كذلك القبلية. لو باخذ لك مثلا قبائل الشمال وهم أيضا مثل القبائل الوسط والجنوب، لكن للتصنيف مثل قبائل الشمال تعرضوا يعني لاتهام بقل الولاء كثير، يعني بحكم انهم جو مثل من العراق ومن سوريا. انت تسال مين اللي خلاهم يروحون للعراق وسوريا؟ يعني خليني اكلمك مثلا على قبيله شمر بعد سقوط حائل وحكم مثلا الملك عبد العزيز توحيد المملكه، ابن مساعد كان بالشمال. ابن مساعد كان رجل حار ومش عيب، ما كان لنبي من أسرى حتى يثخن في الأرض. أحيانا الدكتاتورية تكون مستنيرة. هروب الناس من حركة ابن مساعد ومحاكم التفتيش وهذا ورجعوا فيما بعد، أنت كيف تعاملهم؟ أنهم مثل نازحين. أوكي، نازح له 40 سنة عندك. مسألة الجنسية هنا أتكلم، وفئة البدون عندنا بالشمال كثيرة. طيب حتى المهاجرين، إذا صح التعبير، حتى المهاجرين ماتوا، أبناء المهاجرين طيب إلى الآن بعضهم لا يحمل الجنسية، جريرة ذنب أبوه. أنا ما لي علاقة، أنا بيعتي لك. أنا حتى يوم ظهرت الأحزاب مثلا في سوريا والعراق، الأحزاب التقدمية والشيوعية والبعثية والقومية، كلها أنا رفضتها. أنا رفضتها وعدت إلى الوطن الأم. فهذه المسألة جدا مهمة بالنسبة للقبائل. أنا هذب مسألة القبيلة من ناحية الجنسية، القضاء على عملية البدون هذه. نعم. تقليص دور شيخ القبيلة إذا تبي تصنع دولة. إذا أنا مهتم بالدولة لازم أقلص. ليش أخلي مثلا الفرد ولاء دائما لشيخ القبيلة، وشيخ القبيلة هو المسؤول بيني وبين مثلا وزير الداخلية محمد بن نايف؟ لا، أنا ولائي لمحمد بن نايف على طول. طيب خلني أخذ الفاصل الأخير وبعده أيضا ما زال عندي بعض